عسلامة، شنحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس عليكم وفي صحة جيدة. اليوم جيتكم وجبت لكم معايا وصفة بنة من وراء العقل باش نحضروا مع بعضنا مقارونة ببوشكل كبيرة محشية باللحم مفروم، وباش نعملوا صوص بيشاميل فوقها، ونعطيكم طريقة تحضير الصوص بيشاميل بأسهل ما يكون. أكثر تفاصيل تلقاها في قناتي على اليوتيوب، يوميات تونسية دلندا. وتوا خلينا نبداو نحضروا اللحم. أول حاجة باش ناخذوا الكسرولة متاعنا وباش نحطوا فيها البصل. بالنسبة للبصل ولا المعدنوس تحط على قد كمية اللحم اللي عندك، يعني عندك حرية الاختيار. بحاجة أخرى، المعدنوس راهو تنجموا تحطوا شوية وفي نفس الوقت تنجموا تستغنوا عليه، ما يقلقش. راهو حطينا اللحم مفروم، نحطوا شويه ملح، شويه فلفل اكحل، وشويه كركم، ونحطوا معاهم شويه زيت زيتونه ولا زيت نباتي، انتم بشنو طيبوا في الدار بتاعكم ونبداو نحلوا فك اللحم نتاعنا بشويه بشويه حتى لين هكا شويه يبدا يتحل، ومن بعديك نبداو ندخلوا البصل والمعدنوس في وسطه. وحاجه اخرى نحب نعطيها لكم، راهو اللحم مفروم مش لازم مش كيما في اللحم الاخر هكا حطوا توا يتحل وحده ويطيب، لا، هو يبدا لاصق برشا في بعضه. يعني حاول قد ما تقدر تبدا تنجم تغزل له من برا كأنه طايب، اما كي تنزل عليهم تلقاهم كويرات لاصقين بعضهم، كي تنزل عليه تلقاه من داخل حمرا من الزيت. دونك انت حاول هكايا طيبوا بالكدا. نخليو اللحم على روحه على جنب ونمشيو نحضروا الصوص. بالنسبه للصوص نتاعنا نحطوا زيت زيتونه ونحطوا شويه ماء، نحلوا الطماطم نتاعنا في الماء، ردوا بالكم تحلوها في الزيت هكا ولا تشعلوا النار عليها وتخليوها هي والزيت برك خاطر تتحرق لكم. والطماطم ديما نقول لكم كيما تحبوا، كان تحبوها خاثره يعني عاقده او كحطوا مثلا زوز مغارفه كبار، تحبوها خفيفه تكون حطوا مغارفه كبيره. نخليوها تتقلى شويه، بعد ما تتقلى نحطوا لها الثوم المهرس ونحطوا لها ورقه الرند نمرقوا لها، وما ننسيوش سامحوني قبل الثوم وقبل الرند نحطوا الفلفل الاحمر دوبا ما تتقلى، يعني تخرج طبقه الزيت من فوق نحطوا الفلفل الاحمر، ومن بعد ديك نحطوا ثوم ورند ونحطوا الماء وامورنا واضحه ونخليوها هكا شويه تغلي. ومن ناحيه اخرى حطيت المقارونه حطيتها تتصمت لي شطر طيب. راهو اللحم مفروم نتاعي طاب، زدت شويه هكا موتزاريلا عربي كهو، وهذه مقارونه نتاعي جوست عرفتوا كلي تترخى نصف طيب لازمها تتعمل، جوست تحسوها الكعبه ترخات لكم هكايا سي بون هبطوها. وتوا باش نبداو نعمروا الكعبات متاعنا. شوفوا هكا، اسمع، هي معروفه راهي من الاول كي تبدا تعمر فيهم الكعبات تبدا هكا تعبي تغزل للحشو برشا، الفخس برشا، تبدا تعبي فيهم، من بعد كيف تجي في الاخر بالكل تلقى الحشو بدا ينقص لك وتلقى كعبات المقارونه برشا. ردوا بالكم تغلطوا الغلطه نتاعي، بديت نعبي في الكعبات من الاول بالكدا هكا، بعد كي جيت نشوف لقيت المقارونه صارت لي نعاود نعمل من اول وجديد في اللحم اخر باش كفالي للمقارونه الكل. توا بعد ما نكملوا هذومكا الصوص بيشاميل اسهل منها ما فماش. نحطوا مغرفه كبيره زبده بحراره المطبخ ونزيدوا عليها زوز مغارف كبار فرينه، الزبده تذوب نصبوا الفرينه نحركوهم مع بعضهم، ومن بعديك شنو نعملوا نزيدوهم الحليب. بالنسبه للحليب تحطوا نص لتر حليب، واذا كنت تحبوا كميه ما اكبر توليو تعملوا مثلا زوز مغارف زبده 3 مغارف فرينه، فهمتوا؟ يعني هاكا ديما حسب الكميه اللي عندكم. شويه ملح وشويه فلفل اكحل نحركوهم مع بعضهم، ووقت اللي نحسوها بديت هكا باش تعقاد الصوص نتاعنا وتخرج في فقاعات هكا نتاع هواء، نحطوا لها الموتزاريلا العربي الفخماج ولا اي نوع نتاع فخماج نتوما عندكم، ونطفيو على النار. توا باش نبداو نخدموا الاخراني اخر ايتاب. ناخذوا الطبق نتاعنا حطينا فيه الصوص الحمراء، نحطوا الصوص بيشاميل من الفوق. اجا نقول لكم راني انا عملتها عاقده شويه الصوص كيما صوص المقارونه، انتم تنجموا تعملوها اخف، تحبوها اخف زيدوها الماء وخليوها تعمل غاليه تجيكم خفيفه. كيما نقولوا احنا المرق نتاع الكسكسي هكا عقد شويه منه. ونحط الكعبات نتاعي الكل نبدا نزينهم وحاولوا نرصوهم بالكدا في بعضهم، راهو يعني ما يتحطوش هكا متفاجئين، حطوا بالكدا. بحاجه اخرى الصوص بيشاميل نتاعكم اذا كان كي تبداو قاعدين توا كيما هكا تخدموا واش تجي تعملها هي تبدا تبرد شويه تعقاد لك عادي على الاخر، تعاود ترجعها فوق الغاز وتزيد تصب لها شويه حليب، تحركها تهز الغليه تطفي عليها، سهله على الاخر الحكايه. كما قاعدين تلاحظوا نكملوا نعبيو الكعبات نتاعنا الكل هذوما حتى تحطوا من الفوق راهو عادي،
ومن بعديك نعاودوا نعملوا الطبقه صوص حمراء ونعملوا الطبقه الاخرانيه اللي هي الصوص بيشاميل. كما قلت لكم تحبوا تعملوها اخف تنجموا راهو، اما انا علاش عملتها عاقد على خاطر تشرب، وراهي من بعد كيف طابت شربتها الكل وجت بنينه 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 من غير ما نحكي لكم، ما نحبش نشهيكم، اما والله لازمكم تجربوها بالطريقه هذه تجيكم حاجه ولا اروع. وتوي كما بقالنا كان باش نحطوا اخر لمسه اللي هي رشه فخماج. كما قلت لكم انا راني نستعمل الموزاريلا العربي، راهي طياره على الاخر، كي تحط بزايد من الكميه منها راهي تبدا تتجبد بالكدا حسيلو. ومن بعد باش ندخلوها للفور نخليوها تطيب على درجه حراره 180 درجه، مش طويله برشا، من با ربع ساعه هكاك ولا حتى اقل تلقاها حضرت. وهذه هي الغيزيتا فينا نتحصلوا عليها، وبالحق راهو لازمكم تجربوها من ابن ما تنجموا تجربوا حاجه بينا على الاخر. وشنو باش نقول لكم ياخل، عندي برشا وصفات اخرين عليكم كين تستناوني. حاجه اخرى اكثر تفاصيل تلقاوها في قناتي على اليوتيوب يوميا التونسيه دلندا، التيك توك والفيسبوك والانستغرام ويلي دلن. وتوا بقى لي كان نقول لكم اللي انا نحبكم برشا برشا، نتلاقاو في فيديو جديد ومع رسالة جديده. تشاو تشاو باي باي.